السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل درجة الحرارة 44، مفاجأة صادمة بشأن طقس الأسبوع المقبل. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل من الاثنين 16 سبتمبر 2024 إلى السبت 21 سبتمبر 2024، وذلك على النحو التالي: الاثنين 16 سبتمبر اليوم القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة، السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة، جنوب سيناء العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، شمال الصعيد العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة، جنوب الصعيد العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة، الثلاثاء 17 سبتمبر القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة، السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة، جنوب سيناء العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة، شمال الصعيد العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة، جنوب الصعيد العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة. الأربعاء 18 سبتمبر القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة، السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة، جنوب سيناء العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة، شمال الصعيد العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة، جنوب الصعيد العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة. الخميس 19 سبتمبر القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة، السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة، جنوب سيناء العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، شمال الصعيد العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة. الجمعة 20 سبتمبر القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة، السواحل الشمالية العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة، جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة، شمال الصعيد العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة، جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة. السبت 21 سبتمبر القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، السواحل الشمالية العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة، جنوب سيناء العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة، شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة. طقس الأيام المقبلة، الأرصاد تحذر موجة حارة جديدة بهذا الموعد. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة. وذكرت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارا من الجمعة 20 سبتمبر. وقالت الأرصاد بحسب بيانها يسود خلال الساعات المقبلة طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا. وأضافت الهيئة أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد رياحا معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة. وأوضحت أن حالة الطقس الساعات المقبلة أيضا تشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. ونتابع بعدما وصل سعر الكتكوت ل 42 جنيه شعبة الدواجن تحذر من ارتفاع الأسعار. قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجاري الماضية في المتوسط الواحد، وحذر السيد من استمرار ارتفاع أسعار الكتكوت وهو ما سيترتب على دورة التربية. ويرى السيد أن ارتفاع أسعار الكتكوت مبالغ فيه في ظل أشار السيد إلى أن سعر الكتكوت أصبح يمثل نحو 55% من سعر تكلفة الإنتاج، حيث سجل سعر كيلو الدواجن اليوم 75 جنيه، وهو ما سيكون غير منطقي مع بداية إنتاج الدورات الجديدة. وتنتج مصر نحو اكتفاء ذاتيا بنحو 95 سابقا. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.